في موضوع مهم يا جماعة هعرضه على حضراتكم، وده بعيد عن الكورة وبعيد عن أي حاجة. ده يهم المجتمع ويهم الفئات اللي عايشة في قلب المجتمع دوت، إذا كانت فئات بسيطة أو فئات متوسطة أو فئات عالية. يهم كل واحد فينا في الشارع المصري، يهم كل أخت، يهم كل ابنك، ويهم كل بنت، يهم المجتمع بأكمله. ويا ريت يكون الكلام ده فعلا بجد، ويا ريت يكون الكلام دوت فعلا هيتعمل بجد. هتبقى حاجة جميلة أوي 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 لينا كلنا، وهيبقى في حاجة اسمها إرشاد مجتمعي. الناس تعيش مع بعضها ازاي، وما يبقاش في خناقات، ما يبقاش في مشاكل، ما يبقاش في طلقات، ما يبقاش في قلة أدب، وما يبقاش في إهانات، ما يبقاش في حاجات كتير قوي. موضوعنا النهاردة بعيد عن الكرة خالص، الكرة ديت على جنب، إنما الموضوع النهاردة ده موضوع مهم جدا. يا ريت الناس تسمع الكلام دوت، ويا ريت الناس تفتح الفيديو للآخر بعد إذنكم. والله العظيم ثلاثة دي حاجة لولادنا وأهالينا ولنفسنا قبل ما يكون لأي حد. في حاجة يا جماعة شفتها على الفيس كده، حاجة جميلة، يا رب تكون بجد ويا رب تتحقق. بقالنا سنين بنقول وبنحكي وبنتكلم عن انهيار الأخلاق والقيم داخل المجتمع المصري، والموضوع كان واخد شكل غير طبيعي ومنحنى صعود مرعب في تقديم كل ما هو تافه وقبيح على شاشاتنا. بس الحمد لله الآن تأتي متأخرا أفضل من أن لا تأتي أبدا. قرار وتوجيه عظيم من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعادة ترتيب الأوراق ورسم الخطط للدراما المصرية. ونتمنى أيضا مراجعة كل ما يقدم على السوشيال ميديا من أعمال ومحتويات تافهة تهين المصريين وأصحابها. للأسف أصبحوا من أهم مشاهير مصر، لأن ده كمان منطقة مهمة، بل أهم من استعدال الكفة واستعدال زمام الأمور لمسارها الصحيح وعودة الوطن المخطوف فنيا وثقافيا. الرئيس أمرنا بتشكيل مجموعة مراجعة لسياق الدراما المصرية، ونؤكد على أن المسلسلات التي تذاع لا تمثل المجتمع المصري تماما، وإحنا الآن بصدد التوجه في تغيير المنهج ده تماما، والاتفاق مع شركات الإنتاج في إنتاج أعمال تتماشى مع القيم والمبادئ والأخلاق في جمهورية مصر العربية. حفظ الله الوطن. يا رب يكون الكلام ده فعلي مش كلام وخلاص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنساش تصلي على النبي، وأهم حاجة الاشتراك واللايك الجميل بتاعك.